ماشي ضد المشروع ديال الدوله، حنا مع المشروع ديال الدوله، ولكن حنا بقينا معلقين. ما حنا العمل، ما حنا الافراغ، ما حنا كل اسبوع كل اسبوع عندنا معهم لقاء، كان معهم لقاء، رشدونا على شي اراضي طلقنا، قالوا لنا نمشيو نشوفوا هذيك غادي تجهزها الدوله وغادي الدوله هي اللي غادي راها في دار قنفوذ في جوار الضحى، فهمتي؟ لا تصلح للسكن. قال لك الدوله هي اللي كتجهز وكذا. حنا داك الشيء جانا بعيد ومنطقه بعيده علينا اصلا. حنا في منطقه ملك ديالنا، ناس في الديار ديالنا ساكنين مستقرين. ولكن دابا انتم حنا الاشكال اللي جينا عليه هو هذاك الوعد. طرحت علينا تعويض مالي مع البقعه ارضيه مجهزه، لان حنا ساكنين في الارض ديالنا. غادي يعطيو لنا التعويض اللي غنمشيو نكريو. غادي نخسروا بالنسبه لكم داك التعويض ماشي مناسب، غير مناسب. يعطيو لنا بقعه ارضيه لان هذا الاقتراح هذا قبلوه، ولكن كيقولوا لنا راه بقعه داك الشيء غير هواء، بحال اللي كتشد انت الهواء. خاصنا حنا شي حاجه رسميه من طرف الوالي، ولكن دابا راه مازال ما بداتش عمليه الهدم ديال هذه 3 سنين باش علنوا. يعني هذا كان اخبار اشعار ديال اشعار، وحنا مادين كل ليله وضحاها. خاصها تعرف المصير كيدق عليكم شي واحد مثلا غادي نمشيو حنا، لاش ما كلشي يهتموا بينا حنا الاولين. البقعه ديالها يهتموا بهم ويعطيوهم المقابل ويسعى يتفرغوا الاشغال ديالهم. انتم سبق لكم درتوا شي حوار مع حوار ماراطوني نعم سيدي، كل اسبوع الا عندنا حوار مع سيد القائد ديال حومه السوسه، ورشدنا على بقعه ارضيه وبقعه ارضيه. دابا جا قال لنا كاينه بقعه ارضيه مجهزه فيها مسجد، مدرسه، المرافق الحيويه كلها كتوفر عليها. فين يا سيد القائد؟ قال لك الا بغيتوا تعرفوها امشي عند سيد الوالي. حنا جينا عندك بقعه ارضيه وخصنا شي حاجه رسميه، وكنتسائلوا على هذه المده اللي حنا بقينا معلقين، لا عمل لا اشغال.